أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور مؤخرا حكما قضائيا يقضي بتعويض مادي يقدر بمليار سنتيم لفائدة عائلة طفل كان قد تعرض لخطأ طبي في عملية ختان قبل عامين. كما أدانت الطبيب المتهم في الموضوع بسنة حبسا موقوف التنفيذ. وتعود قضية الحكم القضائي الصادر عن محكمة الناظور إلى عامين مضت، حيث تقدم والد الطفل الضحية المدعو ميم راء ألف بشكاية لدى المصالح المعنية، وذلك بعد تعرض طفله لبتر جزء كبير من عضوه الذكري إثر خطأ طبي أثناء عملية ختان خضع لها بالناظور. وفي تعليق له على الحكم، كشف المحامي مراد زيبوح في تصريح صحفي أن الأمر يعد جوابا حقيقيا على ظاهرة الأخطاء الطبية، مشيرا إلى أن الحكم يعد جبرا معنويا للضرر الناتج عن العملية، لكن وقعه يصعب تجاوزه لكون العاهة مستديمة.